آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ما بعد إخوة الإيمان، ننتقل إلى المحور الثاني من محاور النجاح، وهو محور الترقي في سلم العبودية. وهذا محور هام يا إخوة الإيمان، يقتضي أمور. قال العلماء هذه الأمور هي: أولا معرفة الله سبحانه عز وجل، ثانيا معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثالثا التركيز على أعمال القلوب، وهذا لا يعني إهمال أعمال الجوارح، وإنما ينبغي للمؤمن أن يعتني عناية قصوى بقلبه، إذ أن أشرس المعارك التي تدور هي المعارك على مستوى القلوب، بين جند الرحمن وجند الشيطان، بين اللمتين، لمة الملك ولمة الشيطان. ومن هذه الأعمال الإخلاص، اللي هو أسماها وأرفعها، ولا يؤته إلا الخلص من عباد الله سبحانه عز وجل. وأنزل الله فيه سورة كاملة وسميت سورة الإخلاص، هذا لسمو قدره وجلالة مكانته الإخلاص. وكم دندن الصالحون وشمر السالكون لكي يصلوا إلى هذه الرتبة، رتبة تجريد النوايا وتمحيص المقاصد وإرادة وجه الله سبحانه عز وجل. وهذه الأركان الأربعة اللي ذكرتها، أركان النجاح في الترقي في طريق العبودية والسلوك إلى الله، جمعتها سورة الفاتحة. هذه السورة التي نقرأها في صلواتنا فريضة ونفلا. هذه السورة التي ذكرت صفات المعبود، ثم ذكرت العبادة، ثم ذكرت العابدين، وذكرت من حاد عن طريق هذه العبادة. فبدأ الله سبحانه عز وجل بحمد نفسه إلها، وحمد نفسه ربا، وحمد نفسه رحمانا رحيما، ثم ضمنها ببعض الأفعال، حامدا نفسه على الإنعام وعلى الإضلال قدرا كونيا، وعلى الغضب كذلك قدرا كونيا، لأن الله أفعاله بين الفضل والعدل. فقال الحمد لله رب العالمين. ولسنا هنا بسرد أقوال العلماء حول هذه الآيات، أقوال المفسرين، وإنما نأخذ ما يناسبنا في هذه الموعظة وفي هذا المجلس. فحمد نفسه الله سبحانه، حمد نفسه الله سبحانه عز وجل. علاه؟ فأنت كي تقرأ الفاتحة تحمده. وسبق أن تكلمنا عن الفرق بين الحمد والشكر، فقلنا الشكر يكون على النعم، فهو من هذا الجانب أخص من الحمد، لأن الحمد يكون على النعم وعلى أسماء الله وصفاته وعلى أفعاله وعلى أمره ونهيه وعلى وعده ووعيده. هذا يعني الحمد رب العالمين، وورد الحمد في القرآن فيها. أما من جهة أخرى الحمد لا يكون إلا باللسان، أما الشكر يكون باللسان وبالقلب اللي هو الجنان، وبالجوارح اللي هي الأركان. فمن هذا الجانب يصبح الشكر أعم. إذن العلماء في يعبروا يقولوا بينهما عموم وخصوص نسبيين، كما في الرياضيات نقولوا تقاطع. هناك بعض الحمد ليس شكرا، هناك بعض الشكر ليس حمدا، وهناك حمد وشكر في آن واحد. الحمد لله رب العالمين، أول حاجة يحمد ربي نفسه عليها كونه ربا للعالمين. كلمة رب تتضمن ثلاثة تاع الصفات. كي تقول رب العالمين معناها تقول هو خالق هذه العوالم، هو اللي خلقها، هو مالكها، هو اللي يملكها، ما كاش اللي سالم معاه شبر ولا ذرة، وهو الذي يسيرها ويدبرها، ما كاش اللي يسير مع ربي الكون.
قد يبدو لك بعض الأفعال تبدو لك أنها صادرة عن الإنسان، لكن مشيئة الله تحيطها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. العبد عنده مشيئة، لكن لا يشاء إلا إذا شاء الله سبحانه عز وجل، وقد يشاء فضلا وقد يشاء عدلا. المهم ذا كلام كبير. الحمد لله رب العالمين. كي تقول رب العالمين اعترفت باللي هو اللي يملك ذا الكون وما كاش اللي يدبره معاه، إذن علاه تعبد واحد آخر معاه؟ لماذا تصرف العبادة لغيره؟ لماذا تخاف غيره خوفا يطعن في التوحيد؟ خاطر كاين الخوف الجائز، واحد يخاف السبع، يخاف واحد رافض خدمي، هذا جائز. موسى وخاف فأوجس في نفسه خيفة موسى، ولكن الخوف هذا الخوف اللي نقصده خوف الشرك هو الذي يطعن في أصل التوحيد، كالخوف من الميت أو من الغائب أو من الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله. فهذا هو الخوف الذي قال عنه الله فخافوه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. شوف القيد هنا والشرط إذا معناه ماشي شرط قيد. إذن هنا يا إخوة الإيمان هذا كيقولوا قضية متلازمة الطرفين، الإيمان يعطي ذوق وهذا يعطي الإيمان. فالله سبحانه عز وجل هو الخالق وحده، هو المالك وحده، هو المدبر وحده، يدبر الأمر من السماء والأرض ثم يعرج إليه. فالله سبحانه عز وجل بهذه الصفات، صفة الخلق، صفة الملك، صفة التدبير، لم يترك لعبد حجة أن يصرف العبادة لغيره، ولا أن يقصد بذرة من العبادات وجها غير وجه الله سبحانه عز وجل، وإلا فهذا دخل في التوحيد، ولا ينبغي أن يغفل عنه المؤمن. لما يفتش توحيده؟ المؤمن يفتش عقيدته باه يلقى ربي بقلب سليم من الشبهات والشهوات، أي حقق التوحيد. سيدنا إبراهيم صرح بهذا واتصف به، قال إلا من جاء ربه بقلب سليم، إلا من جاء الله بقلب سليم وهو فاني، وجاء ربه بقلب سليم في سورة الصافات، يعني اتصف بما قال عليه السلام. سيد الموحدين مع رسولنا صلى الله عليه وسلم بلغوا درجة الخلة اللي هما المصطفى صلى الله عليه وسلم وأبوه إبراهيم. ثم يا إخوة الإيمان حمد الله نفسه كونه إلها، قال الحمد لله رب العالمين. نبدأ بالألوهية. الإله شهو هو المألوه، أي المعبود بحق، أي الذي ينبغي أن تصرف له العبادة، ما كاش معبود واحد آخر. ولهذا جاء ضمير يصرح بالتخصيص في سورة قل هو الله أحد، ما قاش قل الله أحد، لا قل هو، ما كاش واحد آخر. يعني هذا هو تفيد التخصيص، معناه قصرت الألوهية وخصت الألوهية بالله سبحانه عز وجل. فمن صرف العبادة لغير الله فهو قد نكب عن الصراط وأعرض عن هذه الآية. قل يعني بلغ التوحيد، قل هو الله أحد الله الصمد، أي تصمد إليه القلوب وتتجه، وهو السيد في قول إلى آخره. وبدون يعني كلام كبير في الصمد تكلموه العلماء، يمكن أن يرجع إليه في كتب التفاسير. ثم لم يلد ولم يولد، يعني لا أصل ولا فرع عنده، ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا سمي ولا ند ولا ولد. هل تعلم له سمية؟ ما كاش نظير، ما كاش مكافئ لله سبحانه عز وجل، لا في تلك الأمور ولا في جلها، لا في صغيرها ولا في كبيرها، لا فيما بدا ولا فيما خفي. الله وحده سبحانه عز وجل. إذن هنا ربي وصف نفسه، قال الحمد لله رب العالمين، وزاد يحمد نفسه، قال رب العالمين، وقال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. دار الرحمة حقها بين الربوبية وبين يوم الدين، معناها رحمته تتجلى يوم القيامة بالعفو عن المجرمين وبستر المذنبين وبمغفرة الذنوب تتجلى رحمته يوم القيامة كما تجلت في الدنيا لما كان ربا للعالمين، ولا يزال رب العالمين رحمن في ربوبيته. معناه هذا العالم اللي أنا عايشين فيه مربوط بالرحمة، ولو شاء الله لسيره بالقهر،
لكن سيره بالرحمة، يستر، يعفو، يغفر إلى آخره، بالرحمة مسيرة. أما صفات الجلال التي يتجلى بها والرهبة والخوف، هذه زواجر تردك إلى الطريق. ويتجلى كثيرا بصفات الجمال، واكتب فوق عرشه رحمتي سبقت غضبي. وهذه الآيات لها نظائر كثيرة في القرآن. على سبيل المثال الحصر، مثال في سورة الأنعام: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم، ما هو يوم القيامة، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فربوبيته في الدنيا ربوبية رحمة، وربوبيته يوم القيامة ربوبية رحمة. والحمد لله ربي خلانا نعرفه، والحمد لله اللي سمح لنا نعبدوه. وما كاش لذة في الدنيا، ما كاش لذة كيما مين تتأمل هذا، أن خلى الله بينك وبين السجود له وذكره ومحبته وعشقه سبحانه عز وجل. خلاك تحبه، خلاك يعني لم يحل بينك وبينه سوى التعبده. هذا كلام كبير، هذا اسمه الفرح بالله. خلاك تعبده، خلاك. هذه قالها لي شيباني واحنا داخلين الجامع، قال لي فرحان من ربي خلانا نعبدوه. كلام كبير قد صاغه شيخ الاسلام صياغه واحده اخرى وحبك لغوي عجيب، وقال هذا الشيباني بلغه العوام. فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا صفات المعبود اللي هو الله. كل الأسماء اللي في القرآن تاع ربي ولا اللي في السنة كلها تجري مجرى التفصيل لهذه الأسماء الأربعة ولا الخمسة. معناها ما كاش اسم من أسماء الله إلا وجاي يشرح إما اسم الرب أو اسم الإله أو اسم الرحمن أو اسم الرحيم أو اسم المالك. هذه الأسماء الخمسة تدور حولها بقية الأسماء اللامتناهية عدا واللامتناهية حدا. هذه أسماء الله سبحانه عز وجل، ولا يوجد طريق إلى معرفته كأسمائه. وكثير من الناس قالوا كاين يبغوا يعرفوا ربي من جهة النفس. بعض الصالحين وبعض أصحاب السلوك قالوا نجيلوا النفس، كي يشوفوا نفوسنا نعرفوا ربي. كيف هذه؟ وكاين اللي قالوا لا، نجوا من جهة الله نعرفوا نفوسنا. ونسوا نسوا الله أنساهم أنفسهم. فمثلا كي تجي تشوف الشيخ الإسلام ابن القيم اكتب في ذا الأمور، اكتب في اسماء الله وصفات الله وما داخل الشيطان جاب الجهة الأخرى. كي تجي تشوف في بعض الرسائل تاع في أصحاب السلوك كتبوا من جهة النفس، كيشرب فيها وكيشتوى إلى آخره. ثم يا إخوة الإيمان هذا غير كيف ذي مراية. فمن عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة، ومن عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة، ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم، وهكذا. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقابل فيقول فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر في دعاء الاستخارة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدبه الجم يقابل بين فقره وغنى الله، بين عجزه وقدرة الله، بين عدم علمه ما نقولش حاجة أخرى ما جاش، وبين علم الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو حبيب ربي رقم واحد، ومع ذلك عاش منكسرا مخبتا متواضعا قد أناخ مطيته عند باب الله يطلب ستره وحفظه ومغفرته وعفوه، وهو القوام الصائم سيد الصائمين سيد المتوكلين سيد العابدين، ومع ذلك ظل متواضعا صلى الله عليه وسلم حتى مات. لا يأمن مكر الله، إذا هبت ريح اصفر وجهه. وهكذا صلى الله عليه وسلم لأنه كان أعرف العارفين. والعلماء يقولون من كان لله أعرف كان له أخوف، وكان يقول أنا أخشاكم لله وأتقاكم له. هذه هي الطريقة أخوتي. لا بقي لنا أيامات ما خصينا شحال، هي اللي نضربوا بها نوصلوها. هذا هو اللي نحوسوا نعرفوا ربي. هذا مكان، هذا هو. ولهذا العباد عندهم 3 بسط. البساط الأول كاين العلماء يقولوا كاين ناس مهيجهم الخوف وخايفين لقاء الله، وهذاك الخوف يقتضي عبودية وعبادة وقيام
وصيام، هذو يخلوا بالشعار ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واللي فوقهم واحد اخرين يرون في عبادتهم منة الله ويرون في طاعتهم تقصيرهم ويرون إحسان الله، ولولا الله لظلوا يجهلونه ويعصونه. هذا بساطهم كاتب الله شعار وما بكم من نعمة فمن الله. والفقا قاعدوا احنا ما نلعبوهمش. هذو من يصوم الاثنين ماشي كما صايم ولا ربه موفقه كما واحد واثنين، هذو ثلاثه شيء بلا يسمع تصاريف الاقلام مين كانت تكتب في الازل بلي هذاك العبد غادي يصوم ذي الاثنين، يرجع في مخه مين كان ربي يخط بالقلم على الالواح. هذا شعارهم شهو قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذه درجه يا اخوه الايمان حتى لو لم نتطاول عليها لا بد من ذكرها، لأن ذكر مثل هذه الدرجات يفتح لنا باب للتنافس بأن نوصل إلى مرضاة الله سبحانه عز وجل. أمر عجيب وغريب. الفاتحة بعد حمد الله سبحانه عز وجل نفسه إلها وربا ورحمانا ورحيما ومالك يوم الدين. وليه مالك غير يوم الدين؟ خشينا كان يملك يوم الدين فهو لغيره أملك، كما بتقول رب العرش العظيم إذا كان العرش مربوبا ويتبع بقية المخلوقات مربوبة من باب أولى. هذا قياس الأولى في التوحيد الكامل. فإذا كان الله سبحانه عز وجل ربا للعرش فهو لغيره من باب أولى. وإذا كان مالكا ليوم الدين فملكه لغيره أولى من بقية الأيام والأزمنة التي لا تقاس مع يوم القيامة. هذا اليوم المهول اللي سمى فيه ربي، اللي وصفه ربي بأوصاف: يوم يفر المرء من أخيه، يوم ترونه، يوم يعض الظالم على يديه، يوم. هذا يوم، هذا اللي يسموه نهار. هذا النهار الآخرين كاع مش أيامات. يوم القيامة الواحد كيجي لهذا النهار يبان له الآخرين كاع مش أيامات. ولو عاش قرونا وعمر دهورا تبان. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. شوف ذاك القيف بلاغ. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. نهار ونهار يا إخوة الإيمان. من أجله سهر الساهرون، من أجله صام الصائمون، من أجله خط البكاؤون على خدودهم ما خطوا بدموعهم في الأسحار وفي الهواجر. من أجله رفع الناس أرواحهم على أيديهم ويجأرون وعجلت إليك ربي لترضى. من أجله صنع الرجال الأعاجيب وتركوا بصمات في التاريخ ليس لها نظير ومنقطعة المثيل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذه صفات تاع ربي تاع المعبود، رب تجي العبادة إياك نعبد وإياك نستعين. والعلماء تاع التفسير يقولوا هنا يسموه التفات. التفات من الغائب إلى المخاطب. خاطش كان يتكلم على الله بل ظاهر الغائب. رب العالمين هو، الرحمن الرحيم هو، مالك يوم الدين هو. على ما قالش إياه نعبد أو تجي معاه هو تجي إياه، قال إياك. هناك اللي راه يخاطب فيه وجه الوجه. لماذا؟ لأنك تدخل في الصلاة وتقرأ هذه الفاتحة تكون غايب في شعب الدنيا والأهواء، تكون ما زلت غايب. يعطيك ربي ذو زوج آيات ولا ثلاثة باه تستحضر عظمة الله ثم تواجهه وجه الوجه وتكلمه كفاحا عامة الطلبة. تقول إياك نعبد، معناها لا نعبد إلا إياك. لأنه قلنا شحال من خطرة غادي نقولوها تقديم المعمول. كي تقديم المعمول يفيد الحصر والقصر. ما قالناش نعبدك كي راهي حالتنا احنا. نعبدك هي نعبدك انت ونعبد غيرك، ننذل لك وننذل لغيرك، نطمع فيك ونطمع في غيرك طمعا يطعن في التوحيد ماشي الطمع العادي. نرجوك ونرجو غيرك رجاء يطعن في اصل التوحيد ماشي الرجاء العادي. فإياك نعبد تضرب كل هذا عرض الحائط. معناه لا نعبدك إلا أنت. وإياك نستعين معناه أنت تقول إياك نعبد محيت كاع وجوه الناس، خليت وجه واحد تاع ربي. بصح بقات نفسك لاصقه فيك تقول لك بلي أنا وصلتك للموصل، أنا وصلتك للإخلاص.
هنا تعاود تحشها بإياك نستعين، ماشي انت درتي المعونة من الله. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالصحابة التفت وقال لمعاذ، خير واحد قال له يا معاذ والله إني لا أحبك، لا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني. لا ما عاملكش ربي ما تعبدها، لا ما طلقش سلاحك ما طلاش، من اليوم بطل الدخان، ماشي انت تبطل الدخان يبطله لك ربي، من اليوم ماشي انت من اليوم، هذا في التقية ماكش فاهم. إياك نستعين، قيس روحك عند العتبة تاع الله وابكي لله وانكسر ورد روحك صفر، ومن بعد ربي يوقفك سبحانه عز وجل. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إياك نعبد وإياك نستعين. والآن بعد هذا الانكسار والإخبات وهذا الطريق تاع باب ربي سبحانه عز وجل يأتي الدعاء اللي هو أشرف دعاء، ولو كاين دعاء خير منه يفرض علينا ربي. اهدنا الصراط المستقيم، الهداية. إذا حوش يطلب في عرفة الهداية، إذا واحد مريض درت فيه خير ولا مكمل قال شنو نطلب لك؟ قول الهداية. لا بغارك تقوم بالسبوع تحتاج إلى الهداية، لأن الهداية 4 مراتب. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا هداية التوفيق ماشي البيان، الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم أكون عارفين ولا الضالين. ما قالش غير الذين غضبت عليهم، أنعمت نسبها لله، والغضب قال مغضوب دارها مبني للمجهول تأدبا مع الله، كقول الجن وإن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوا الرشد إلى الله ولم ينسبوا الغي اللي هو عكس الرشد إلى الله سبحانه، وإن كان هو مصدره الله، لكن هذا تلطف في العبارة وتأدب مع الله سبحانه عز وجل. الضالين هم ضلوا، مغضوب عليهم مبني للمجهول، أما المنعم عليهم ربي انعم عليهم، أنعمت أنت عليهم. لو كان مش أنت يا ربي، لو كان مش أنت ما يسلك حد، أنعمت عليهم شكون؟ محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ومن اقتفى أثرهم وورث سبتهم وهديهم وعلمهم وثبت على طريقهم، قاعد يدخلوا هنا. وربي ذكر في سورة النساء فأولئك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين. كان يحتج بهذه على خلافة أبي بكر، خاطر النبي يجي موراه الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الفاتحة بين أيديكم تتلونها ليل نهار، سماها السبع المثاني، بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة وقال لم ينزل الله لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. مكاش حاجة كالفاتحة، مكاش نور كالفاتحة، ونحن عنها يعني قوة ردها دائما غفلنا عن أسرارها وعن كنوزها يا إخوة الإيمان، فينبغي أن يلتفت إليها بتأني وتؤادى ويقرأها واحد هو طامع في ربي سبحانه عز وجل. الآن نشوفوا معرفة الله يا إخوة الإيمان. معرفة الله الركن الأول كل الأسماء، قلنا لي في القرآن الكريم ولا في السنة الصحيحة، قلنا تفسير لهذه الأسماء الخمسة. نشوفوا الاسمين اللي جاوا مقترنين، الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم صفة الرحمة تاع ربي هي صفة كبيرة، فتشوف في القرآن كتسموا الرحمة تسموا لها العرش على العموم، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. علاه؟ لأنه استوى يقول ابن القيم على أوسع مخلوق بأوسع صفة، واكتبها في العرش ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه عز وجل. الحمد لله ربي رحيم رحمن. أما هذيك تواب عافو غفور هذو قاعد يدخلوا تحت الرحمة تاع ربي سبحانه عز وجل. اسمع صاحب النونية شي يقول ابن القيم يوصف ربي سبحانه عز وجل، هذا الغاشي عافى الله أخوك. اسمع نعطيك غير على سبيل المثال الشيخ حسن يوصف، يقول على ربي وهو الحيي. الحي هو يستحي، ربي يستحي. وهو الحيي فليس يفضح عبده حين يجهره حين يجاهره بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير. منكشف فهو الستير وصاحب الغفران. وهو الحليم فلا يعاجل عبده كي يتوب من عصيانه. وهو العفو
فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان. وهو الصبور على أعدائه شتموه بل نسبوه للبهتان. قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان. هذا وذاك بسمعه وبعلمه، هو يسمع ويعلم ويشوف وينظر ماذا يقولون. هذا وذاك يعني نسب الشتم والتكذيب. هذا وذاك بسمعه بعلمه لو شاء عاجلهم بكل هوان، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يأذونه بالشرك والكفران. وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في غفلات عن ذا الشان. وهو الرقيب عن النواحض والبوارق، كيف بالأفعال والأركان. هاك يشوفها كيف لا هذا هنا حي هنا راه يشوف فيها، يشوف نقولوا يبصر ينظر سبحانه عز وجل. هذا مورد الافعال دارجه. ندو تشوف هذا الاسماء ضلال هو مذهب. ندو الحي ربي يستحي وردت السنه الصحيحه بهذا الوصف، جاءت بالحياه. يستحي الله سبحانه عز وجل من عبده أن يمد يديه إليه ثم يرجعهما صفرا. معنى الحديث معنى تمد له يديه يستحي يردهم لك خاويين. لا بغاك انت حالها معاه كي ترفد يعمر لك على حساب نيتك، يعمر لك بوشو بوطي بيدو على حساب الشك ناوي فيه. وهو الحليم، هذه وحده. كذلك من حيائه انه يستحي من ذي الشيبان يعذبه، ما يعذب، يستحي يعذب شيباني. ومن حيائه سبحانه عز وجل أن العبد يبارزه بالمعاصي فيستحي أن يهتك الستر. يشوفك انك حاجه بصح ما يفتش عليك الغطاء، يخليك تحسي تحت الغطاء تاع الدنيا، ماشي الغطاء تاع الكفر تاع الدنيا. تاع يا تخزن ولا يبغي يفتح يفتح وانت خلاص ماشي تخزن. وهو الحي، شوف شيء يقول الشيخ، فلا يفضح عبده عند التجاهر بالعصيان. انت تجهر تحوس تجهر ويستر يستر 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 كيما انت تعلم وين يسالك واحد كفر طبيعي. هاك ربي انت تدير في الذنب قدام الناس وتستعرض عضلاتك وتفتخر وتجاهر، وهو يستر ويستر ويستر لحيائه سبحانه عز وجل، لأنه ستير وصاحب غفران. ثم كذلك يا إخوة الإيمان هو يحب اللي فيهم الحياء، يحب أهل الحياء وأهل الستر. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. احنا من تشوف كاع وتستر، ماشي تقعد تحوس على العيوب تاع الناس. وين راك هذا اللي خالق الكون يستر وانت تحوس تفضح. هاك تحوس تفضح يفضحك. هاو الجزاء من جنس العمل، ها استر صاحبي. وكذلك من أمقات عباد الله اللي ما يحبهمش الله شكون؟ هما اللي باتوا يعصوا في الله بستره ويصبحوا يحدثوا بالمعصيه. الصباح يبدا يفتخر قدام صحابه شهاده البركه، ربي بايت ساتره وهو يرفع هذاك لباس ورداء الستر ويحدث ويحب ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. لكن هذا الحياء لا يمنع من البيان، لأن كتمان البيان ليس من الحياء عند الحاجة. والله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذا حياء ربنا وستر ربنا وغفران ربنا. وسمى نفسه الغفار والغافور. شحال من مرة عاودناها. الغفار ختمي الذنب يتكرر، الغفور من الذنب يكون كبير. كي تكون داير ذنب كبير الغالب قول يا غفور، مهما كبر ذنبك يدخل في رجائه، مهما كبر يدخل في رجائه. واحدين حربوا المؤمنين بالنار في الأخدود في الطرنشيات، داروا طرنشيات في وقت عيسى عليه السلام وحربوا المؤمنين بالنار، ردهم فحم حتى قراوينهم. وربي قال لهم نتوبوا نقبلكم، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. قال ابن القيم سبحان الله، حرقوا
أولياءه ودعاهم إلى الرجوع، ثم لم يتوبوا، لأن الله سبحانه عز وجل لو كانت كحلها حياتك كاش 99 نفس والتوب يقبل لك فم. الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. المهم تكون توبة نصوح وتشوفها في مولاها. كاين يتوب بصح توبة مش مازال في قبائعه وجماعه، مش يدي توبة اللي من يشوفوا في الطريق يقولوا فلان انقلب ولا وجهه واحد اخر. هذه التوبة النصوح اللي تحرك لك القلب تاع الندامة والبكاء على ما اقترفت في جنب الله سبحانه عز وجل. هنا تمحى ذنوبك. هكذا الصحابة رضي الله عنهم. ثم بعد صفة الحياة يتكلم الشيخ ابن القيم على صفة الحلم، وهو الحليم. الحليم شنو هو؟ الحليم اللي من تضيع معاه يعطيك وقت باه تولي. وهذا الصفة عند الإنسان يكون عنده خلق تاع الكبار. كل إنسان دايره باللي ضعيف يصدر منه العيب، يخرج العيب منه. وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. ما يعاجلكش بالعقوبة. لو كان جا فمفم ما يبقاش واحد. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا. اخوتي هذا نهضر فيها تسمعوا لنا مجمعين، والله انني مخدوع. هذه كاع تعرفوا هذه وعاودتها وكاع الاحاديث وكاع، بصح ماكش تقول انا مالي، ماكش تقول انا مالي وين تنتسقم، ماكش تقول. هذا ما كاينش عارفه. هذا الجماعه ما يفهموناش، دروس وفيسبوك وتيليات. انا تبحكيك مرة سيادنا كانوا في القرابه وهيدورا وما شحال خرجوا منهم صالحين وزينين. اتكاكا روحك نهز ما حسبك تصاوي والصوت نهز دوش فرواد الا كورو يضرب فيك صوم كضرب عندنا مالي. ها كل يوم ندفنوا لي جنة فانا اخطا اغنيه اللي بصح عليكم شابين لي دكتور انا فين ندفنوا وين ناعين وين. هذه يا خوتي انا من نشوف واحد هكا يسكر في شاشته وكاع نقول شي هذا مثلا انا نهدر وذا يتصنف باش انا نديرو هنا باش نديرو. حاول تروح تلعب مع ولادك تلقى بالحسنات خير مع البراءه. وهو الحليم فليس يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. حشم من ربي حليم. حشم ما عصاه العاصون إلا للجهل به. إذا عرفتني تلذذت بطاعتي، وإذا جهلتني تفننت في معصيتي. هقول أنني في الجامع وقبل الحول في الجامع وني نايف 400 باطل في الجامع اليوم هيبقى 50 في قهوة في الجامع. هذا بركة ما تكذب عليهم نكذب عليك. ما بديناها بالوضوح كيما تشوف روحك في المرايا مليح تفرح تجي. كاش فايدة تجي تبعد؟ ما كاش فايدة صاحبي. ديري أنا وأنت تتقطعه، دير سكانيان وتقطعه. اش فيها وما ناش نبغو اللي يواجهنا بالحقائق. رانا نبغو غير البوماده دبخ لي وندبخ لك. هذه ماشي المحبة. المحبة قال ربي والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا اسمع شو اللي تحاربوا إلا الذين آمنوا سكموا رواحهم بالعلم عملوا الصالحات سكموا رواحهم بالعمل تواصوا بالحق نصحوا بعضهم بعض تواصوا بالصبر. نعرف أنا أساتذة كانوا مزيرين مين كبروا تلاميذهم قال هذو الأساتذة طبان مزيرين. هذا هو برد الحال ودبخ لي كان يكذب علينا. لا يا أخي هذا الكرسي كاع يوخر. لا نجو نكذبوا نوخروا خير، لأن المتكلم عليه الغرم ولا يتصنف عليه الغرم مفاهم عليه الغرم. ثم قال وهو العفو فعفوه وسع الورى. العفو تاعه وسع الورى. لولا عفو الله غار الأرض تصرفنا غار الأرض بالسكان. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. شكون يخمم فينا بلي السماء على قفا ربي؟ هذا البلاطو من نمشي تحته على قفا ربي. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان
حليما غفورا. لو كان مشي حلمه يطلقها علينا. يا والله يا كاين صالحين اللي يحسوها، يمشي وخايف ربي يطلقها، يطلق السماء فوق، يمشي وخايف. وصلوا. نقول لك حنا راه كاتلتنا الخلطه وصل تاع وقتنا ها راه تدخل الحفرات وهذاك وقتك. يا والله لا خلعه كبيره انت. نشوفوا ذوك الاخلاق اللي كانوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي طرتهم رسول الله في حياته. سامحوني يا اخوه الايمان، هذه الصفات تاع رسول الله اللي غادي نذكرهم، صفات الله نشوفهم في رسول الله كي دايرين في البشريه تاع رسول الله. ربي ما نجموش، لان صفات الله سبحانه عز وجل لا يمكن ان تتسع لها العقول، ما تطيقش تفهم ربي شويه. ولهذا نقول سبحوا كيف شيء نقول سبحان الله، تقول يا ربي اسمح لي ما نطيقش نعرفك مليح، يا ربي اسمح لي ما نطيقش نعرفك مليح، يا ربي اسمح لي ما نطيقش نعرفك. هذه سبحان الله سبحان الله، هذه تفهمها. علاه التسبيح عند الانبياء هو الاستغفار، علاه عبروا به بعض الكلمات. هو التسبيح هو جبر العجز عن إدراك الكمال. جبر كما تجبر الصلاة، جبر العجز عن إدراك الكمال. لما لم يتسع صدرك ولا عقلك ولا قلبك لمعرفة الله سبح فسيجبر هذا التسبيح جهلك وجهلك. نشوفوا تكلمنا على الرحمة تاع ربي سبحانه وتعالى. رحمة رسول الله شا قال عليها ربي؟ قال فبما رحمة، هذه كلمة زائدة وزائدة ماشي زيادة، زعما نحسبوا زائدة بالمفهوم زيادة اللغوي، لا. فبما رحمة من الله لنت لهم. كما بتقول لها هذه رحمة ولا اشتهي عنك يا رسول الله، هذا قلب لين ولا اشتهوا. فبما رحمة، هذه الأخلاق اللي لك نوصلوها للكفار، حنا ما وصلناش لأنفسنا. العالم كاع راه كبر ما يعرفش رسول الله. انت كمدرك، انت بطبايعك وطبايعي رانا مدركين الاسلام على الكفار، هم يشوفونا يقول لك هذا ندير كيما انا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم استغفر لهم وشاورهم في الامر. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالأمة، سواء أمة الدعوة ولا أمة الإجابة، حتى هذا رحيم بهم. أمة الدعوة كفار، أمة الإجابة احنا اللي استجبنا له صلى الله عليه وسلم برحمة ربي استجبنا له. نشوفوا أولا حياؤه كما تكلمنا عن الحياء تاع الله. حياء رسول الله شد تكلم على حياء رسول الله وشد خلي. يجي أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم صلى الله عليه وسلم، يقولنا كان رسول الله أشد حياء من العذراء بخدرها. احنا يروح راسك للعذراء وتخلي الحياء، هذه ما هذا حياؤه أكثر من حياء ذيك قد الزواج، وراهم مدرقينها مسنينها في الدار. مين كانوا يسنوا؟ كذلك كان يستحيي ليلة الإسراء من ربي. هاو طلع قال له هذه 50 صلاة ردها لي 40، قال له موسى زيد عليه السلام ردها لي 30، قال له مين جات في 5؟ قال له موسى زيد قول ربي نقصها لك، أنا نعرف الناس عالجت بني إسرائيل قبلك ما يطيقوش. قال له استحييت من ربي، حديث البخاري، استحييت من نجيش نعاود نطلب ربي، مع أنه قاعد يكرر على مديون على خاطر رسول الله، قاعد يقري على اللي يطلب هذا قبل ديك الليله كوش غير صلى بالانبياء صلاه كبيره، صلاه جماعه فيها نوح وابراهيم كاع وراه هو الامام، ثم سلم عليهم واحد طلع ادم يحيى وعيسى وزيد وطلع ويوسف وادريس سلم على الانبياء، وهذه ارواحهم سلم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكلهم له ربي وسلم عليهم، وراح سدره المنتهى وتخطاها حيث عجز جبريل إلى آخره، وقرأ صدر سورة النجم تحشم، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. جبريل 600 جناح شاف هذيك الليلة على حقيقته، قال احرز تخلع رسول الله
غير بشويه وسامي وحيده حرز خذ له هي كي دايره نزلت حراره رسول الله باشر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. وش يقول؟ فاوحى الى عبده ما اوحى. القول الارجح معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهوش عبد جبريل، عبد الله معناه اوحى له عن طريق جبريل. اوحى الى عبده ما اوحى. عجبني واحد الوقفه هنا قال لك اوحى الى عبده. عبدي مفرد مضاف يفيد العموم، معناه ما كاش اوحى الى رسوله اوحى الى نبيه، لا الى عبده. فبقدر ما تتحقق من عبوديه تستفيد من الوحي. ما دام عبوديتك تزيد تستفاد من الوحي. فاوحى الى عبده ما اوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. ليه يقدر يكذب؟ معنى الحية اللي شافها رسول الله كنا شافها واحد آخر يطرطق وما يعرفش يوصفها. شا توصف سدرة المنتهى؟ قال عليها ربي إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما وصفهاش ما يغشى. مع الموصولة هذه معناهم. وهذه شافها رسول الله وتخطاها وثبت وما فناش كيفنا موسى لما كلمه الله وزاد وراح وجاء وحكى لنا ما زاد ما نقص، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما زاغ البصر وما طغى، أي لم يجاوز الحد في الوصف صلى الله عليه وآله وسلم. فصدر النجم تصف هذا الحدث العظيم وتعطي قيمة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي دايرة. يا خوتي ربي كرمنا برسول صلى الله عليه وسلم يسر لنا الدخول إلى الجنة، يسر لنا معرفة الله، يسر لنا رضا الله سبحانه، نيل رضا الله والأنس بالله سبحانه عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. ثم من حيائه صلى الله عليه وسلم واحد الليلة من تزوج بزينب بنت جحش. هذا من الأمثلة على حياء. دار شوية طعام هاك ماكله وما هكا عسكر كيما هاك على وقت رسول الله زلافها طعام وتزوج. حتى أن جابر ما عرفش شتا رسول الله. جابر مشى الصباح شاف فيه شوية قال له ماشي تزوجت البارح؟ قال له شاف جبت. قال له جبت امرأة كبيرة ما جبتهاش صغيرة، بعت ربي إخواتي خاطر كنت جبتها صغيرة يبان هما كبار عليها 11 إخوات. قال له ولي؟ قال له هلا تلاعبوا وتلاعب. معنى هذا ما عرفش رسول الله، معنى الأشهاد اللي كان دايرها الناس. عبد الرحمن بن عوف شاف فيه السمك عرف بلي يتزوج. قال له ما قالت شوية وتزوج. عادي. يعني الزواج كانوا يشوفوه عبادة، كانوا يشوفوه عفة، كانوا يشوفوه تزاوج روحي وخلقي وفكر وإلى آخره بين الزوجين، مشاعر إلى آخره، مش تزاوج جسدي وبس كما قال المصري. إذا الرسول الله كي دار لك النعمة كلاو الصحابة وخرجوا، ثلاثة ما خرجوش عجبتهم الجماعة قعدوا متحاكين. رسول الله بغا يقول لهم خرجوا حشم. صلى الله عليه وسلم. وراي في سورة الأحزاب فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. هذه نزلت الآية وكذلهم ويقتلهم الآية بسرعة. ومن حيائه صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا إلا أعطاه. هذه نقطة كبيرة، عمره ما طلبه واحد على حاجة وما أعطاهاش. هذه كم شيء بس ما كاش خطره حتى يقول الفارزدق وهو يصف زين العابدين. زين العابدين جده رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفها قال على جده ما قال لا قط الا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. عمره ما قال لا، غير في اشهد ان لا اله الا الله. قال له كما جات الشهاده احتفل ما يقول نعم صلى الله عليه وسلم، يعرف ذي النعم. ما قال لا قط، عمره ما قال لا الا في تشهده الشهاده. لولا التشهد كانت لاؤه نعم. هذا من عبد الملك بن مروان دار روحه ما عرفش ولد سيدنا النبي قال هذا جده شكون. خاطر في الطواف وخروا كاع على زين العابدين وما وخروش على السلطان على الخليفه، وقال له شكون وخروا عليه وانا خلاوني. ابدا الفارس دق نطلق والشعراء تعرف كي دايرين. الان نتكلموا على حلم النبي ونكملوا الحلم تاع رسول الله والعفو تاعه بسرعه. بصح يا اخوتي نعاود نقول والله العلي العظيم انصح اخواني من سويداء قلبي حاولوا تطرحوا على رواحكم السؤال تقولوا علاه ما لحقناش هذا الاخلاق وين تاني نلحقوهم. واش هي
المنهجيه اللي نديرها في حياتي باه نوليها. تتعلم ما تزعفش، باه تتعلم ما تزعفش. هذا سطاج كبير ديرها مع روحك، سطاج كبير. صح ما تسمع وتخرج تقعد دابز غادي تروح انت دابز وتروح ضرب دابز مرة ولا دابز. مانيش عينا وصاي حلمه مع نسائه. شو مع نساء كي داير؟ عمر بن الخطاب قال لك مين كنا رضي الله عنه، قال لك مين كنا في مكة كنا نغلبوا النساء، كنا نغلبوا نساء. كي جينا للمدينة عاشوا مع الأنصار وجدنا الناس تغلبهم نساءهم، صابوا الناس تغلبهم نساءهم، تغلبهم نساء يردوا الهضرة وكاع الناس. استنكر عمر ذا الهضرة قال لي سايس. واحد النهار راجعة تزوجته ردت له الهضرة، انتفض عمر قالت ردي له الهضرة، قالت له انت على وين تبان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله ردوا له نساء الهضرة اخلع. فأفزعه ذلك، البس رداءه وخرج بدا بنته حفصة بنت مرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحقا أن كنا تغاضبن رسول الله وتهجرنه يوما إلى الليل؟ اصحي عاد نخاطبوا رسول الله وتنايفوه نهارا. قالت له واه. هو قال لها أتأمنين مكر الله؟ هو لك مأمنة في مكر الله، كل يسخط عليك ويغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. معناه شنو نفهموا منها حلم الرسول صلى الله عليه وسلم. وزيد خطرة كان تخيل انت اللي تصرى لك مع ضيافة رسول الله في داره صلى الله عليه وسلم عند إحدى زوجاته مع ضيافة، رسلت له واحدة أخرى من أزواجه واحدة صحفة يعني ماعون فيه ماكل، مرة واحدة أخرى نساء. كي جابها الخادم رفدت هذيك المرأة وخبطتها على الأرض قدام ضيافة رسول الله، جاتها الغيرة قد ضرتها. رسول الله طاب يركب في ذوك الشهوف مع ذيك الماكلة ويقول هذا ما يقول غارت أمكم غارت أمكم. كيف احنا نديرها لك قدام الديار؟ ما تضحكش قول علاه ما نطيقش نوصل للموصل. ثم شاد الرسول صلى الله عليه وسلم قال للخادم قال المرأة اليوم في دارها جيبي تشوصح جيبي انت معون غسلها الأخرى وداه هو يمكن مهرس خلها في يدك. وكذلك خطرة صلى الله عليه وسلم قال لعائشة قال لها أنا عارفك وأنت تكوني منيفتني منيفة رسول الله يا صلى الله عليه وسلم. قال لها مين تحلفي وتقولي لا وربي محمد راكي راضية عليا، كي تقولي لا وربي إبراهيم راكي منيفتني. قالت له لا أهجر إلا اسمك. قالت له أنا نيف غير اسمك يا رسول الله وأنت نيف صلى الله عليه وسلم. معنى شوف استوعب أخلاقها وغضبها رضي الله عنها كلمة بابتسامة يستوعب القضية كامل، ما فيها اطلاق ما فيها دبزة ما فيها صوت هرست الماعون لقطة وعرف باللي الذرة تنثر على سنها ذرة وراعى المشاعر صلى الله عليه وآله وسلم. حلمه بخدمه ارسل أنس يشري له، أنس صبغ لوين يلعبوا في الطريق قاعد يلعب معهم وخلى رسول الله وطاع عليه. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لقفه ملح فمنه. شوف التودد تاع رسول الله والحلم. قال له يا أنيس ها يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قال له روح تقضي هذيك القضية. أنيس تصغير للتدليل. قال له أنا ذاهب يا رسول الله وكمل. حلمه مع أصحابه يمشي رسول الله في وسط الصحابة يجي واحد من الأعراب كانوا خشان وكان رسول الله مسكين لابس صلى الله عليه وسلم برد نجراني خشين كي البرنوس وخشين جبده من الركبة جرح العنق تاع رسول الله وقال له أعطيني من الدراهم تاع ربي لك يسهم، أعطيني من مال الله الذي عندك. تخشانت كون مع رسول الله. شاد الرسول الله فالتفت إليه وضحك. هذيك اللي عاد يقول فيه يعرفوا خوتينا 90% يعرفوه، بس حكي لي عارفاه من لي زاني كطرف وراه قاعد وانا معاهم. حلمه مع اليهود كانوا يلقوا عليه السلام يدعوا عليه يقول له السلام عليك يا رسول الله. السلام هي الموت. عائشة ترد تقول له عليك السلام واللعنة، يقول لها ما يا عائشة مش لي هاي. قالت له بصح عايرو، قال لها لا بصح أنا قلت وعليكم وأن يستجيب لربي وما يستجيب لهم. معناه هذه أنا ما نشوفهاش قضية يا رسول الله من اليهود، نشوفها قضية دولية قضية عالمية في المعاملات الدولية. كاع واحد يتعامل
ممثلين تاع ذل الهم هذو. شوف كيف كان يعاملهم رسول الله وهو له الدولة، كان هو يحكم. شوف كيف كان يعاملهم صلى الله عليه وسلم. هذا هو. احنا كنا يعطوا طياراتنا في بالي نهار الاول كاين على كوش ويردمونا في جرتك. حلمه مع اعدائه في الطائف. فانطلقت وانا مهموم على وجهي من حوزه الطائف وعايله وقايسوه. شو شيء يقول روح مهموم ما عرفت شنو راني رايح. فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب. وصل واحد الرحبه يسموها قرن الثعالب. شاف صحابه فوقاه طلع رصاصه بجبريل. جبريل قال له ربي اسمع شنو داروا لك وارسل لك ملك الجبال خير كي شي عقبه لا بغى يطبق عليهم الجبال. قال لا قال نتمنى ما يخرج ربي منهم ناس يعبدوا الله. يا رسول الله احنا هذه واحد يديروا لك هكا بيدير ناس يعبدوا خرج منهم. خرج عكرمه من ابي جهل والنساء تاعهم بنياتهم ام كلثوم 18 سنه بنت ابن ابي معيط لقاسم صارين تاع النادى فوق راس رسول الله. بنته هجرت عند رسول الله يسموها الممتحنه وممتحنه. زين حبيبه بنت ابي سفيان واحد الحبشه بعد ولد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناه اولاد الكفار الصناديق خالد بن الوليد والوليد بن الوليد واولاد الوليد بن المغيره منهم خرجوا الموحدين. والكبيره كاع رسول الله صلى الله عليه وسلم داروا قريش في الشعب تاع مكه. قالوا لهم هيا ما بغيتش تسكت على هذه الهضره ادخلوا للشعب تاع مكه به بني هاشم. قاعدوا عايشين 3 سنين في عزله ياكلوا الحشيش والغراوين يتباكوا والشوابين يتباكوا وما شفقتش عليهم قريش. وفما في ذاك الايامات قريش قطع عليها واحد اسمه ثمامه بن اتان مالك. قطع عليهم القمح كان هو يسلم القمح. قال لهم ما تدوش عاب باغي لا يرضى محمد صلى الله عليه وسلم. ما قال لها لا رسول الله وحده. رسلوا ابو سفيان يفاوض يحاول. قال له قول لهم يطلقوا لنا القمح. ما قال لهمش رسول الله لا درتوا النهار. رسل له رساله قال مرحبا برساله رسول الله واطلق لهم القمح. خوتي احنا نحس بغينا ندعو الناس بالقلوب تاعنا هما المسلمين ماشي نيأس فيكم. هذا القلوب كحل ما يصدقوش يدعوا. طبيب مغلغل ما يداويش. طبيب يكره المريض ما يداويش. استاذ يكره التلميذ ما يقريش. محال. هذه القلوب اللي فتحت الارض. هذه القلوب اللي فتحت الارض. وفي فتح مكه من يسمح لهم. هو فتح مكه استعرض رسول الله كاع الشارع. هو قتلوا له حمزه، قتلوا له مصعب، قتلوا سميه، قتلوا له حبابه، طردوا له طلبوا له بناته، ماتوا بناته. كاين يعني ماتت زينب من جراء ما وقع لها بالهجره. وطيحوا له رباعيته سيلوا له دمه داروا اللي ما داروش. ومين دخل عليهم في مكه قالوا نقول لكم كما قال يوسف الخوته لا تسريب عليكم. هنا ابو سفيان ما تمالكش. ابو سفيان من اذكى العرب قال له 4 كلمات سجلتهم. قال له بأبي انت وامي يا رسول الله ما احلمك ما اكرمك ما اوصلك ما اعظم عفوك. ما كاش واحد يعفو كيفك. والمنافقين كان يعرفهم رسول الله عمره ما قدم المنافق ضربه الله. كان يعرفهم ومع ذلك ستر صلى الله عليه وسلم. هذه نبذه عن حلمه وعن حيائه وعن عفوه صلى الله عليه وآله وسلم. أكتفي بهذا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا. معذرة على هذه الانفعالات خوتي. والله لا أخاطب إخواني إلا بقلب يريد لهم الخير ويشهد الله أني أحبكم في الله والحمد لله أولا وآخرا.